السلام عليكم. بيبدأ المسلسل بالطالبة مريم وهي في فصل المدرسة، وزميلاتها ليان ورانيا بيضايقوها وبيتنمروا عليها لأنها متفوقة ومثالية، بس مريم بترد عليهم وبتقعد جنب صاحبتها دينا، وبنعرف إن ليان بنت شخص مهم في البلد، وعلشان كده ما بيهمهاش أي حد، وبتبقى عايزة تنزل من الأتوبيس علشان تروح تقابل صاحبها ليث، فبتخلي أصحابها البنات يشغلوا السواق وهي بتنزل من غير ما يشوفها، وبتروح لكافيه وبتغير هدومها وبتروح علشان تقابل ليث. وفي المدرسة ميس عبير مدرسة الفصل بتسأل عليها، فأصحابها بيقولوا لها إنها غايبة علشان تعبانة، وبتيجي للفصل بنت جديدة اسمها نوف، والبنات بيستغربوا لأنهم في الترم التاني. وبعد اليوم الدراسي الأتوبيس بيقف وبتنزل منه طالبة، وبتكون ليان مستخبية وبتطلع الأتوبيس، وبتحكي رانيا إن ليث عزمها على الفطار في بيته الأسبوع اللي جاي، ودينا بتكون سامعة كلامهم وبتصدم. وبترجع مريم بيتها وبيبان إنها عايشة مع أسرة متفاهمة. وتاني يوم في المدرسة البنات بيكونوا في حصة التربية الرياضية، وليان بتخبط مريم بالكرة والمدربة بتشوفها وبتتعصب عليها وبتحرمها من اللعب، وبتبقى ليان متضايقة من مريم أكتر. وفي أوضة تغيير الملابس ليان بتقرر إنها تنتقم منها، وبتفهم البنات إن مريم حاولت تقرب منها وتتحرش بيها، ورانيا ورقية أصحاب ليان بيأكدوا على كلامها، وللأسف البنات بيصدقوهم. وبتكون نوف متابعة الموقف وشايفة الحقيقة لكن ما بتتكلمش، وبتعيط مريم لأنها مظلومة وما عملتش حاجة، وبتتجنب إنها تتكلم مع أي حد وبتقعد لوحدها. وبتروح لها دينا علشان تحكي لها القصة المنتشرة في المدرسة عن ليان والبنت اللي حاولت تقرب منها، فبتقول لها مريم اللي حصل وإن ليان بوظت سمعتها، وبتعرفها إنها نفسها تنتقم منها. فبتعرفها دينا إن ليان هتروح تقابل صاحبها بكرة زي كل يوم أربع. وبتروح مريم لفاتن مديرة المدرسة وبتحكي لها، فالمديرة بتستدعي ليان وبتحذرها من اللي بتعمله، وما بتاخدش أي إجراء ضدها لأنها بتكون خايفة من أبو ليان ونفوذه. وليان بتبقى متعصبة ومتأكدة إن مريم هي اللي قالت للمديرة، وبتجتمع مع رانيا ورقية أصحابها في الحمام، وبيبدأوا يفكروا إزاي ينتقموا من مريم من غير ما يتعاقبوا. وبتكون عاملة النظافة موجودة وبتشوفها ليان، وبتسألها عن مكان في المدرسة ما يكونش فيه كاميرات، وبتهددها فبتخاف منها عاملة النظافة، وبتقول لها عند الجراج القديم للأتوبيسات، وبتبعت رسالة لمريم إنها تروح هناك، وبتروح وهي مستغربة مين اللي بعت لها الرسالة، وبتتفاجئ بليان ورانيا ورقية قدامها وبيضربوها، وبتزقها ليان بقوة وراسها بتيجي في حجر وبتفقد الوعي، ولما بيشوفوها بتنزف بيجروا وبيهربوا. وبتشوفها نوف وبتبلغ الإسعاف وبياخدوها على المستشفى، وبيبتدي التحقيق مع الطالبات. وليان بتقول إنها ما تعرفش حاجة عن مريم، ورانيا بتقول إنها مشيت على طول بعد اليوم الدراسي ما خلص، ورقية كمان بتنكر وبتقول إن ممكن اللي أنقذتها هي اللي تكون عملت فيها كده علشان محدش يشك فيها. وبيحققوا مع نوف وبيوصل لها رسالة تهديد إنها لو اتكلمت هيتعمل فيها زي ما حصل مع مريم. وبنشوف ان نوف كانت مستخبية وشايفاهم هما بيضربوا مريم، ورانيا لمحتها وحذرتها انها تفتح بقها. وبعد فترة بتخرج مريم من المستشفى وبيحققوا معاها، وبتبقى خايفة من المشاكل فبتقول انها ما شافتش اللي ضربها. وبعدها بيعملوا اجتماع للطالبات واهاليهم، والمحقق بيسألهم لو حد شاف اللي ضرب مريم، فبترفع ليان ايدها وبتقول ان مريم حاولت تقرب منها عند الجراج القديم، وساعتها اضطرت انها تزقها علشان تدافع عن نفسها، ودي مش اول مرة تحاول تقرب منها وتتحرش بيها. وبتعيط وبتقول لهم يسألوا البنات، وفعلا كل البنات بتشهد معاها. وبتحاول مريم انها تدافع عن نفسها لكن محدش بيصدقها، وأمها بتتصدم من اللي بتسمعه وبتبقى محرجة جدا. وساعتها المديرة بتقرر انها تفصل مريم اسبوعين كعقاب ليها، وبتقوم مريم تترجى نوف علشان تحكي الحقيقة، لكن نوف بتبقى خايفة من تهديد رانيا ليها وبتسكت. وبتبص سمعة مريم في المدرسة وفي البيت، خصوصا بعد ما أمها صدقت الكلام اللي اتقال عن بنتها. وبتتدمر مريم نفسيا وبتروح تتعالج عند دكتورة نفسية بتكتب لها على دواء مهدئ للأعصاب. وخلال الأسبوعين بتحاول مريم تتواصل مع دينا صاحبتها لكن ما بتردش عليها، ومريم بتكون متضايقة لأنها صاحبتها الوحيدة اللي بتحبها. وبعد الأسبوعين بتكون ليان وشلتها قاعدين بيتكلموا عن مريم، فبتقول رقية إنها أكيد اتعلمت الأدب، وبتجيلهم المدربة وبتوزع عليهم ورق اشتراك فريق كرة القدم الرسمي للمدرسة، وبتعرفهم إن فاضل مكانين بس. فبتفرح ليان وبتقول لرانيا لو اختاروهم هما الاتنين هيقدروا يسافروا ويتفسحوا سوا. فبتتضايق رقية إن ليان بتفضل رانيا عنها، وفي الوقت ده بتوصل مريم المدرسة، وبتشوف دينا وبتروح تكلمها علشان تعرف هي زعلانة منها ليه. فبتقول لها دينا انها عرفت ان يزن اللي هي معجبة بيه اعترف بحبه لمريم، ومريم خبت عليها وما قالت لهاش، ومعنى كده انها فعلا ممكن تكون قربت من ليان وكذبت عليها وعملت نفسها بريئة، وبتسيبها وبتمشي، ومريم بتكون مصدومة من كلامها. وفي الفصل رانيا بتحكي للبنات انها ارتبطت بشاب اسمه احمد، وساعتها بتدخل مريم الفصل وليان بتتنمر عليها، ومريم ما بتبقاش عارفة تعمل ايه وبيصعب عليها نفسها، وبتروح تعيط في الحمام، وبتقول انها لازم تدافع عن نفسها وما تسكتش، وبيجيلها فكرة
الفكرة، وبتدوس على زرار إنذار الحريق وكل الطالبات بتخرج من فصولها، وعمال الإطفاء بيوصلوا وبيتأكدوا إن مفيش حريق. وقبل ما الطالبات يرجعوا فصولهم تاني بيشتغل مكبر الصوت، وبيسمعوا تسجيل لليان وأصحابها وهم بيتريقوا وبيغلطوا في ميس عبير والمدربة الرياضية. وبتتصدم ليان من اللي بتسمعه، وبتكون مريم متفقة مع بنت تشغل التسجيل ده، وبتطلع تليفونها وبتبعت لها تخرج بسرعة قبل ما المدرسين يشوفوها. ونوف تبقى واقفة بعيد وبص على مريم وحاسة إن ليها علاقة باللي بيحصل. وبعدها ميس عبير بتستدعي ليان ورانيا ورقية وبتهزقهم وبتحرمهم من أي نشاط مدرسي، وبتقول لهم إنهم هينضفوا المدرسة بلبس العمال وإلا هتكلم أهاليهم، فبيضطروا إنهم يوافقوا وبيلبسوا لبس العمال وبيمشوا قدام الطالبات اللي بيضحكوا عليهم وبيصوروهم. وبتبقى مريم شايفاهم وفرحانة إنها مش سلبية وابتدت تاخد حقها. وبتيجي نوف تقعد جنبها وبتعتذر لها لأنها ما قدرتش تقول الحقيقة، وبتعرفها إنها اتنقلت من كذا مدرسة بسبب إنها ما كانتش بتسكت، وعلشان كده خافت إن يحصل لها مشاكل تاني. فبتتعصب عليها مريم وبتقول لها إنها جبانة وهي مش عايزة تعرفها. ونوف بتتضايق وبتمشي. وبعدها بيتجمع كل الطالبات لحضور ندوة عن التنمر، والمدرسة بتطلب 2 علشان يمثلوا مشهد عن التنمر. وعبير بتختار ليان علشان تمثل دور الضحية، ونوف بتطلب انها تمثل دور المتنمرة، وبتطلع على المسرح وبتهزق ليان قدام الموجودين. وبتبص لمريم فبتفهم ان نوف بتعتذر لها بطريقتها. وتاني يوم بيكونوا الطالبات في اختبار كرة القدم، ونوف بتروح لمريم وبتحاول تصالحها، وبتقول لها ان المدرسة دي اخر امل ليها، ولو اترفدت منها مستقبلها هيضيع، لأن مفيش مدرسة تانية هتقبلها، وعلشان كده بتتجنب المشاكل. فبتعتذر لها مريم وبتسامحها. وبيجي دور مريم في الاختبارات، وبتكون ليان واقفة حارس مرمى وبتشوط مريم الكورة وبتيجي في وش ليان، فبتتعصب على مريم وبتزقها، لكن المدربة بتروح لهم وبتطلب من ليان انها تتعامل كويس مع زميلتها والا مش هتشارك في المسابقة. وبعد ما بيخلصوا بتقعد ليان واصحابها يفكروا مين اللي ممكن يكون نشر التسجيل بتاعهم علشان ينتقموا منه، وبيشكوا في مريم، لكن بعدها بيستبعدوها لانهم شايفينها ضعيفة واكيد اتعلمت من الدرس اللي خدته. وساعتها رانيا بتشك في نوف لانها شافتها قاعدة مع مريم، فبيقرروا يدوها درس زي مريم. وبيعرفوا ان اختها الصغيرة معاهم في المدرسة، فبتروح رقية تضايقها وتتنمر عليها، والبنت بتبقى خايفة جدا وبتلمحها نوف وبتجري عليها، لكن رانيا بتمنعها، وليان بتقول لها انهم هيفضلوا يضايقوا اختها لو ما بعدتش عن طريقهم، فبتحاول تفهمهم انها ما عملتش حاجة، لكن هما ما بيصدقوهاش. وبتكون اخت نوف مريضة وبتتعب من العياط، ولما بيروحوا نوف بتجيب لها دكتور في البيت وبتطمن عليها. وفي اللحظة دي بتقرر انها تنتقم من ليان وشلتها، وبتروح لمريم بيتها وبتحكي لها اللي عملوه في اختها، وبتطلب انها تساعدها علشان ينتقموا من ليان. فبتوافق مريم وبتوريها الخطة اللي عاملاها، وبتقول لها انهم هينتقموا من رقية وبعدها رانيا وليان وفاتن مديرة المدرسة لانها ما بتجيبش حق اي طالبة مظلومة. ونوف بتعجبها الخطة وبيتفقوا انهم ينفذوها. وتاني يوم بعد اليوم الدراسي ما بيخلص الطالبات بيغيروا هدومهم وبيجهزوا لحفلة جمع التبرعات، واللي بيكون حاضر فيها مدرسة الولاد كمان. وليان ورانيا بيبقوا مبسوطين علشان هيقابلوا ليث وأحمد، وبيسألوا رقية لو مرتبطة، فبتقول لهم إن في شاب اسمه طارق بيكلمها بقاله كام يوم بس ما تعرفش شكله. وفي الوقت ده بتخرج دينا من الحمام وبتبقى مغيرة هدومها، وبتقرر ليان تعمل فيها مقلب، وبتقول لها إنها هتساعدها تظبط هدومها، لكن بتحط لها مانيكير على بنطلونها وبتصورها من غير ما تاخد بالها، وبتبعت الصورة لكل المدرسة. وبتشوف دينا صورتها وبتعيط وبتروح تقعد لوحدها، وبتشوفها مريم وبتروح تهديها، وبتقول لها ان ليان وشلتها ملهمش امان، وانها لو عايزة تنتقم منهم هي هتساعدها، وبتقول لها على الخطة اللي هيعملوها النهاردة. وبتقابلهم نوف، ومريم بتقول لها ان دينا هتنضم ليهم علشان تاخد حقها هي كمان. وساعتها نوف بتتعصب لانها ما كانتش عايزه حد يعرف خطتهم علشان الكلام ما يوصلش لليان. وبالليل في الحفله نوف بتنبه على دينا انها ما تعرفش خطتهم لاي حد، وبيبداوا في تنفيذ خطتهم، وبتبقى رقية هي هدفهم الاول. وبنعرف ان طارق اللي بيكلم رقية على النت هو نوف، وبتبقى عايزة تبعدها عن شلتها، وبيشوفوها وهي رايحة تجيب مشروبات لأصحابها، فبتقوم دينا وبتخبط فيها والمشروبات بتدلق عليها، وبتتعصب رقية على دينا، بس دينا بتقولها انها هتساعدها وتنظف لها هدومها. وبسرعة بتروح نوف وبتبلغ ميس عبير انها شافت بنات مع اصحابهم في مكان ضلمة، فبتروح عبير لمكان ليان، واول ما بيلمحوها بيهربوا بسرعة. وبتكون خطة نوف ان رقية ترجع لاصحابها وما تلاقيهمش علشان تحس انهم مش عايزينها معاهم، وبتنجح خطتها، وبتفضل رقية تتصل بيهم وما بيردوش عليها، وبيكونوا دخلوا جوه المدرسة وهي بتدور عليهم لحد ما بتلاقيهم، وبتتعصب عليهم لكن محدش بيهتم بكلامها، فبتمشي وبتروح تقعد لوحدها. وبتكلمها نوف على انها طارق، وبتقولها انه هيبعت لها صورة علشان تتفرج عليها،
وأول ما رقية بتدوس على الرابط اللي بعتته لها بتقدر نوف تدخل على موبايلها وتتحكم فيه، وبتطلب منها تبعت هي كمان صورتها لأن أكيد شكلها هيكون مختلف من غير الحجاب. وبتفضل نوف تقنعها لحد ما بتوافق وبتصور نفسها من غير الحجاب، ونوف بتاخد الصور وبتحطها على حسابات رقية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل الموجودين بيشوفوا الصور وبيستغربوا إنها قلعت الحجاب، ورقية بتبص لهم وهي مش فاهمة إيه اللي بيحصل لحد ما بتشوف صورتها على التليفون والناس معلقة بكلام مش كويس. وأمها كمان بتكون شافت الصور وبتروح تاخدها من الحفلة وبتزعق لها وبتقول لها إنها تنقلها لمدرسة تانية يكون فيها التزام أكتر من كده. وبكده بتكون مريم نجحت إنها تنتقم من رقية. وتاني يوم في المدرسة دينا بتقول لمريم إنها كانت قاسية في انتقامها، فبترد مريم عليها بإنها كانت المفروض تسمع كلام نوف وما تعرفهاش خطتهم. وفي وقت الغدا نوف بتلاقي أحمد صاحب رانيا بعت لها طلب صداقة وبتقبله، وللأسف رانيا بتعرف وبتروح لنوف وبتتخانق معاها وبتحذرها إنها تقرب من أحمد وبتمسك التليفون بتاعها وبتكسره. وبعدها مريم بتزعق لنوف لأن اللي عملته كان غلط وهيخلي رانيا تخلي عينيها عليها على طول. فبتتضايق نوف من كلامها وبتقولها انها منسحبة من خطتها وبتمشي. وبعد شوية المدربة بتعلن الفائزين في الاختبارات وهم رانيا ومريم، وبتتجنن ليان وبتحاول تقنع المدربة انها تاخدها بدل مريم، لكن المدربة بتعرفها انه قرارها نهائي. وفي أوضة تغيير الملابس ليان بتشوف مريم وهي بتاخد المهدئ بتاعها، ولما مريم بتقوم بتروح تفتح شنطتها وبتصور الدواء علشان تعرف بتاع ايه، وبتلاقي مذكراتها وبتاخدها وبتطبع المذكرات وبتوزعها في المدرسة. ومريم بتشوف الطالبات بيبصوا لها ومعهم ورق وبتستغرب في الأول، لكن لما بتقراه بتفهم انهم عرفوا انها بتتعالج عند دكتور نفسي وبتاخد مهدئات وشايفينها مجنونة. وبتدخل مريم الحمام وبتفضل تعيط لوحدها، وليان بتبقى عارفة مكانها وبتاخد البنات معاها وبتقرا المذكرات بصوت عالي وبتكون عارفة ان مريم سامعاها. وبعدها بيرجعوا الفصل ودينا بتلاحظ ان مريم مش موجودة وبتسأل بنت عليها فبتحكي لها اللي حصل، فبتزعل دينا علشانها وبتروح لها هي ونوف وبيحاولوا يهدوها ويواسوها، لكن مريم بتخرج لهم وبتقول لهم ان كان عندهم حق وانها مش قد ليان وشلتها لانها اضعف منهم بكتير، وان اول حاجة هتعملها لما تروح هتطلب من امها انها تنقلها لمدرسة تانية. وبتمشي مريم وهي حاسة بالهزيمة والقهر ومستسلمة، وبتعدي أيام وحالتها النفسية بتسوء وبتقطع الخطة اللي كانت عاملاها. وفي نفس الوقت بتكون نوف في البيت عند دينا اللي بيكون صعبان عليها حالة مريم وانكسارها، وبتقول لنوف إنهم لازم يساعدوها تكمل خطتها ويقفوا جنبها، ونوف بتقتنع بكلامها وبتوافق، وبتبعت دينا رسالة لمريم وبتقولها إنها تعبانة وعايزاها تروح لها. فبسرعة مريم بتروح لها علشان تطمن عليها، وبتلاقي نوف معاها وبيقولوا لها انهم هيفضلوا دايما جنبها وهيساعدوها تكمل خطتها ضد ليان، وبيتفقوا انهم ينفذوا خطتهم في الرحلة المدرسية اللي هيطلعوها، خصوصا ان ليان ورانيا ناويين يقابلوا لايث واحمد من غير ما حد يعرف. لكن مريم بتكون محرجة انها ترجع المدرسة بعد اللي حصل، فبتقول لها نوف انهم لموا الورق كله وقطعوه، وكمان قدرت تسرق مذكراتها من ليان وبكده خلاص الموضوع هيتنسي. فبتفرح مريم وبتتحمس وبيبتدوا ينفذوا الخطة بتاعتهم. واول حاجة بيعملوها هي ان نوف بتبعت من حساب رقية صورة ليان مع رانيا والشباب المرتبطين بيهم، وبتتصدم ليان وبتخاف هي ورانيا، وبتكون نوف قدرت تخترق تليفون ليان اول ما فتحت الصورة. وبيجي يوم الرحلة وكل طالبة بتستعد، وبنشوف ان ليان بتخاف جدا من حازم اخوها الكبير وبيبقى هو اللي هيوصلها للمدرسة. وفي طريقهم بيعدوا على رانيا اللي بتكون بتتخانق مع ابوها لانه شارب ومش عايزها تخرج، لكن امها بتقول لها تمشي وهي هتتصرف معاه. وفي الطريق ليان بتشوف مسدس في العربية وبتسأل حازم هو شايله ليه، فبيقول لها ملهاش دعوة. وبيوصلوا المدرسة وحازم بيوصيها تخلي بالها من نفسها وبيحذرها انها تتكلم مع اي حد ما تعرفوش. وبعدها الطالبات بيتحركوا بالاتوبيسات وبيوصلوا للفندق اللي هينزلوا فيه، والمدرسة عبير بتوزع كل 3 بنات في أوضة واحدة. وبيجي حظ نوف مع ليان ورانيا وبتتصدم وبتبقى متضايقة، لكن المفاجأة ان مريم بتقول لها ان هي اللي كتبت اسمها مع ليان ورانيا علشان تراقبهم وتعرف بيعملوا ايه. فبتتعصب نوف عليها لانها بتتصرف من دماغها وما اخدتش رأيها، بس بتضطر في الاخر انها تقعد معاهم. وبيقعدوا البنات على حمام السباحة ونوف بتتضايق من الزحمة وبتروح لحمام سباحة مفيهوش حد، بس بتتفاجئ بشخص بيقرب منها وبتتوتر، وبتشوفها ليان وبتزعل الشخص ده وبتهدده انها تنده الامن، فبيخاف وبيبعد عنها وبتنهار نوف من العياط. وليان بتهديها وبتجيلهم عبير بعد ما سمعت صوت ليان، لكن نوف بتقول لها ان مفيش حاجة حصلت وما بترضاش تحكي لها على حاجة.
ولما بيمشوا نوف تعرف ليان انها ما قالتش لعبير علشان كانت هتتهمها ان لبسها هو السبب والموضوع هيتقلب عليها هي. وبتكون مريم شايفه نوف تكلم ليان وهي متعصبه وبتفتكرها ضايقتها، ولما نوف تروح لها مريم بتقول لها ان بعد ما ينفذوا خطتهم ليان مش هتضايق حد تاني ابدا. فبتعترض نوف على كلامها وبتقول لها ان ليان مش اهم حد في الدنيا علشان كل ما تشوفها تكلمها عنها. وبتطلع على اوضتها وبتبقى مريم ودينا مستغربين من تغييرها. وبنشوف نوف بتعرف الميعاد اللي ليان هتقابل فيه ليث لأنها مراقبة تليفونها، بس بتقرر ما تقولش لمريم لأن ليان ساعدتها وأنقذتها. وفي وقت الأكل البنات بتتجمع ومريم بتسأل نوف عن ميعاد ليان وصاحبها، فبتقول لها نوف لسه ما حددوش، وبتقترح عليها تدي فرصة تانية لليان لأنها قربت منها وشايفة إنها ممكن تبقى كويسة. فبتتضايق مريم من كلامها وبتقول لها ان ليان سيطرت عليها وانها باعتهم علشانها، فبترد عليها نوف بانها بتعمل الصح. وبالليل بتجهز ليان ورانيا علشان يخرجوا يقابلوا اصحابهم، وليان بتعرض على نوف انها تروح معاهم بدل ما تقعد لوحدها، فبتوافق. لكن رانيا بتعترض، فبتفهمها ليان ان لما نوف تروح معاهم مش هتقدر تبلغ انهم خرجوا، وبتحكي لها اللي حصل مع نوف الصبح وان هي اللي ساعدتها. فبتقتنع رانيا وبيخرجوا بهدوء من الاوضه وبيقدروا يهربوا وبيروحوا الحفلة وبيقابلوا أحمد وليث. وفي الوقت ده بتكون مريم متأكدة إن ليان ورانيا هيكونوا في الحفلة اللي في الفندق، وبتقرر إنها تبلغ المدرسة عبير. وبتروح دينا لنوف في الأوضة وما بتلاقيهاش، وبتفهم ساعتها إنها راحت معاهم الحفلة، فبتجري بسرعة على مريم قبل ما تبلغ، لكن بتكون مريم خلاص بلغت عنهم. وفي الحفلة رانيا بتكون في الحمام وأحمد صاحبها بيقرب من نوف، لكن نوف بتصده وبتهزقه. ولما بترجع رانيا أحمد بيقول لها إن نوف بتقرب منه، فبتتخانق معاها وبتقول لها إنها أكيد هي اللي شجعت الراجل اللي قرب منها الصبح. وبتتحرج نوف وبتجري على الحمام، وليان بتروح وراها وبتحاول تهديها. وساعتها نوف بتقرا رسالة دينا اللي بتعرفها ان عبير في طريقها ليهم، وبيجروا علشان ياخدوا رانيا ويمشوا بسرعة، لكن بيلاقوا عبير واقفة معاها وبتهزقها، ورانيا بتشاور لهم علشان يهربوا. فبيجروا بسرعة على أوضتهم، وبتروح عبير علشان تتأكد إن ليان ما خرجتش هي كمان، وفعلا بتلاقيها في أوضتها. فبتقول لرانيا تدخل تنام وبكرة هيتصرفوا معاها. وبيعدي أسبوع ورانيا بترجع المدرسة، وبيكون على وشها آثار ضرب من أهلها بعد ما عرفوا باللي عملته في الرحلة. وبتبقى نوف ما بتتكلمش مع مريم طول الفترة دي. وبتروح رانيا الحمام مع ليان اللي بتحكي لها انها هتقابل ليث في بيته قبل ما تيجي الاجازه وما تعرفش ساعتها تقابله. وبنلاحظ ان مريم بتكون في الحمام وسامعاها. وفي مطعم المدرسه نوف بتروح لرانيا وبتشكرها انها انقذتها من المدرسه عبير، وبتقعد معاهم هي ودينا، وبتكون دينا مصدقه انهم بنات كويسين، خصوصا بعد ما نوف حكت لها انهم انقذوها. وبتبقى مريم قاعده لوحدها وشايفاهم متجمعين. وبالليل بتكمل خطتها وبتقدر تعرف عنوان بيت ليث. وبتكون ليان بتكلم ليث في التليفون واخوها بيدخل عليها، فبتتوتر وهو بيلاحظ وبيشد التليفون منها، ولانها مسجله ليث باسم رانيا فما بيقدرش يكتشف انها بتكلم ولد. وهي بتروح تشتكي لابوها، فبيعرفها ان اخواتها بيخافوا عليها وما يقصدوش انهم يضايقوها. وتاني يوم بتقدر تهرب من اتوبيس المدرسه زي كل مره وبتقابل ليث. وفي الفصل المدرسة عبير بتسأل عنها، ورانيا بتقول لها انها ما جاتش، فبتسأل مريم اذا شافتها في الاتوبيس، فبترد مريم بانها ما خدتش بالها منها. وبتكتب ليان غياب، وبيبان ان مريم عرفت تجيب رقم حازم اخو ليان. وبيبصوا لها نوف ودينا وهم حاسين انها بتخطط لحاجه. وبعد الحصه بيروحوا لها وبيقولوا لها كفايه اللي عملته في رقيه ورانيا، لكن هي بتزعق لهم وبتقول لهم انهم منافقين، وخصوصا نوف اللي شافتها بتتضرب منهم وما دافعتش عنها ولا قالت الحقيقه وبتسيبهم وبتمشي. وفي اللحظه دي نوف بتبقى حاسه بالذنب وهي بتفتكر اللي حصل لمريم وانها كانت ممكن تموت من ضربهم ليها. لكن دينا بتقول لها ان مش عيب الشخص يغلط ويحس بغلطه، لكن مريم مستمرة في انتقامها بعد كل اللي عملته، وواجبهم انهم يحذروا مريم قبل ما تحصل كارثة. وبنشوف عبير بتروح للمديرة وبتقول لها ان ليان غيابها كتر ولازم يتصلوا باهلها ويعرفوا سبب الغياب، لكن المديرة بتقول لها انها مش فاضية علشان عندها حفلة هتستلم فيها جايزة على حسن ادارتها للمدرسة. وطبعا الكلام ده ما بيعجبش عبير، فبتقرر انها تجيب رقم ليان وتتصل بيها. وفي نفس الوقت بتكون رانيا قاعدة بتتفرج على صور الحفلة لحد ما بتلاحظ انعكاس دينا في الصورة اللي نوف بعتتها ليان، وبتعرف ان هي اللي صورتهم، فبتتعصب وبتروح تتخانق مع دينا. ونوف بتحاول تهديها وبتحكي لها كل حاجة واللي مريم ناوية تعمله مع ليان، فبترد عليها رانيا بان لو حازم اخو ليان عرف حاجة ممكن يخلص عليها. وبيروحوا يدوروا على مريم علشان يمنعوها تعمل اللي في دماغها، لكن بيتفاجئوا بعيلة ليان في المدرسة بعد ما عبير كلمتهم. ولما بتقابلهم المدرسة عبير بتعرفهم ان ليان غايبة وانها بتغيب كتير، واتصلت بيهم علشان تطمن عليها.
بس ليان بتأكد ان بنتها نزلت الصبح وركبت اتوبيس المدرسة قدامها، وبيتعصب اخوها لما بيعرف ان اخته هربت من المدرسة وبيحاول يتصل بيها لكن ما بتردش. وفي الوقت ده مريم بتكتب رسالة وبتحط فيها موقع بيت ليث علشان تبعتها لحازم، وبتفتكر كل التنمر اللي شافته من ليان وسمعتها اللي بوظتها وضربها ليها والمشاكل اللي عملتها لها مع اهلها. وقبل ما تبعت الرسالة بتوصل نوف والبنات، ورانيا بتعتذر لها وبتترجاها ما تبعتش الرسالة لحازم لأنها ما تعرفش هو ممكن يعمل ايه في أخته، وبتوعدها إنهم مش هيضايقوها تاني أبدا. فبترد مريم بإنهم فعلا مش هيقدروا يعملوا حاجة بعد النهاردة، وبتتحداهم وبتدوس إرسال، والرسالة بتوصل لحازم اللي بيقول لأهله إنه عرف مكان ليان ويرجعوا هما البيت وهو هيحصلهم وبيسيبهم وبيمشي بسرعة. وفي نفس الوقت بتكون ليان مع ليث ونشر هدوم المدرسة بعد ما ليث زقها في حمام السباحة ولبست هدوم من عنده. وبيوصل حازم للعنوان وبيخبط على الباب وهو متعصب، وليان بتسمع صوته وبتترعب وبتبص في تليفونها وبتلاقيه متصل بيها أكتر من مرة، ورانيا بعتلها رسالة بتعرفها اللي حصل. وحازم بيلمح لبس ليان منشور وبيتأكد إنها موجودة جوه. وفي الوقت ده أبو ليان بيشوف مديرة المدرسة راجعة ومعاها 2 من مسؤولين التعليم ومعاها الجايزة اللي أخدتها، فبيقول لها إنها مديرة مستهترة وإنها مش أمينة على سلامة الطالبات، وبيمسك جايزتها وبيرميها على الأرض وبيسيبها وبيمشي وهي بتبقى مصدومة من اللي حصل. وبيكون حازم قدر يكسر الباب وبيفقد أعصابه لما بيشوف أخته مع شاب لوحدهم، وبيضرب ليث وبيمسك مسدسه وبيصوبه ناحية ليان اللي بتحاول تفهمه إن مفيش حاجة حصلت، بس هو بيبقى منهار وبيقول لها إنها دمرت سمعة عيلتهم. وليان بتعيط وبتترجاه إنه يبعد المسدس عنها، وبتفهم ساعتها إن مفيش فايدة وهو هينفذ اللي في دماغه، فبتغمض عينيها وبنسمع صوت ضرب نار لكن ما بنعرفش الرصاصة جت في مين. وبنشوف المديرة في مكتبها ومتضايقة من اللي حصل، وبنعرف إن ليث يبقى ابنها. وفي الوقت ده بتكون مريم ماشية في المدرسة وفرحانة بعد ما أخدت حقها وانتقمت من ليان وشلتها. وعايزينكم تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، هل تنمر ليان على مريم كان يستدعي إن مريم تنتقم منها بالشكل ده ولا لأ؟ ولو عجبكم الملخص ياريت تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتكتبوا لنا في التعليقات عن أي مسلسلات أو أفلام حابين إن احنا نلخصها لكم الفترة اللي جاية.